السجاد هنا اللي انا اعرفه ان هو معمول من صوف الخروف. اول حاجه السجاد عندنا بيبدا من اللي هو الطبيعي اللي بيبقى زي ده كده. ده طبيعي؟ بيبقى صوف خروف. بكام دي؟ زي دي 140. 140 يا بلاش. خدت مشايه بالحجم ده ب 140 جنيه من جوه، بتحط فيها الاكل. بتحط فيها الاكل وبتبقى متزينه بالشكل ده. بتبقى متزينه بالشكل ده. في عندك كل المقاسات بتاعتها. كل المقاسات. سعيد من بازار سيوه. معرفك اللوكيشن بتاعه فين؟ سيوه اللي موجود قدامك ده موجود جنب معصره فيرجينيا اشهر من نار على هنا على طريق القصر. هتلاقي لينا اكتر من فيديو جوه فيرجينيا بكل حاجتها، ولكن احنا النهارده جاي لكم لبازار سيوه مع يوسف هيدينا شرح مفصل عن المنتجات بتاعت سيوه الموجوده هنا. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير. عايزك بقى تديني جوله داخل المكان هنا عن كل حاجه موجوده عن سيوه. يلا طبعا اول حاجه عندنا الملح. اول حاجه الملح بيطلع ابيض صادق زي كده بالشكل ده اللي هو ده. حلو. نحطه على الحاجات دي. هنا بيديك اضاءه وبيديك زينه كده. زينه الملح عامه بيسحب السلبيات من الجسم. بالظبط كده، الطاقه السلبيه. دلوقتي الموضوع ده منتشر جدا في مصر. ليها سحب كتير وقبليه الجسم كتير. تمام. حاجات طبيعيه يعني. ايه بقى الحاجات التاني اللي بتيجي من سيوه موجوده في البازار هنا؟ يعني مثلا في مثلا زي الصابون ده. الصابون ده ده بزيت زيتون واعشاب. ده عشان الشعر ممتاز جدا وعشان البشره. تمام. ده تفتيح وترطيب وكله. انا عايز بقى اخش على السجاد. السجاد. يلا بينا. بص حضرتك، السجاد هنا اللي انا اعرفه ان هو معمول من صوف الخروف. اول حاجه السجاد عندنا بيبدا من اللي هو الطبيعي اللي بيبقى زي ده كده. ده طبيعي؟ صوف خروف. ده صوف خروف. اسعاره بتبدا من كام؟ مثلا عندك السعر ده بيبدا من 380 المتر بتاعه. المتر ب 380. في حاجه زي التركواز دي المتر بتاعها من 680. الحاجات دي كلها هاند ميد يعني شغل يدوي. وبعد كده ده بيتغسل معاك عادي. بيتغسل. او مثلا في حاجه زي كده عامله 580. حلو. بس يبقى فرق في الشغل بس. اعلى حاجه بقى زي دي مثلا تعمل 850. لو انا عايز اتكلم على حاجه، انا عندي حاجه صوف زي كده وعاوز اخزنها. اللي انا اعرفه ان الصوف تعززه هينك وتهينه يعيش. بس هو كل من بين فتره وفتره مثلا تنشره في الشمس طبعا عشان ما يجمعش لكن ما طبقهوش واسيبه. لا يعني كل من بين فتره وفتره تفرده كده. افضل حل ليه ان انا استخدمه. تستخدمه. ايوه. كل ما تستخدمه يعيش معاك اكتر. كل ما تستخدمه يعيش معاك اكتر. ايه بقى يعني المساحه يعني الطول يعني قد ايه؟ في عندك حاجات زي كده 70 في 140. تمام. في حاجه متر في مترين، في حاجه متر ونص مترين زي دي كده. 2 في 3 اكبر حاجه 2 في 3. الحاجات دي بيبقى وزنها خفيف يعني مثلا على ست البيت تعرف تشيلها. دي تغسل معاك الغساله عادي لحد متر ونص 2 او على حسب الغساله عامه. على حسب الغساله. يعني ممكن يبقى وزنها قد ايه الحته اللي فوق دي؟ يعني مثلا من 5 ل 6 كيلو. اللي هي زي دول. ايوه زي دول. هو ده حجمها كله. بس ده متر ونص في مترين. متر ونص. متر ونص مترين مثلا حاجه في مترين. 4 كيلو 4 كيلو ونص. تمام. دي اللي 2 في 3 بقى اللي هي اكبر حاجه. اكبر واحده. ممكن دي لحد 8 كيلو او 7. اللي هي اللي قدامنا دي. لا اللي هي دي كده. دي ممكن تروح مغسله عادي. اما دي تروح المغسله او على حسب الغساله زي ما احنا قلنا. ولو حطيتها في الشمس سبتها تنشف ونفضتها خلاص. لا تبقى كده 100 زي الفل. يعني دي افضل طريقه لتنظيف الصوف. افضل حاجه. بعدين هو اصلا الصوف عامه بيسحب التراب لتحت زي دي كده. التراب بيبقى تحت ما بيبقاش فوق. بيتغلغل من تحت ما بيتجمعش تراب. لو جيت بقى اتكلمت على حاجات، لو انا عندي حاجه معينه عايز اعملها برسمه معينه بجيبها لكم وتقدروا تعملوها لي. بتتفصل عادي. رسمه صوره اي حاجه زي الحاجات دي. صح كده؟ وبرده الحاجات دي بالصوف. دي بالصوف. طيب لو جينا بقى اتكلمنا على الشغل السيوي التاني اللي هو شغل المصانع بقى، لو انا مثلا مش قادر ادفع حاجه غاليه زي كده، في عندكم حاجات تانية بتبقى اسعارها في الحنين زي كده. حاجات زي دول كده. ايوه. في مثلا عندك حاجه زي كده ب 180. انهي واحده؟ زي دي. ايوه. دي المتر بتاعها دي مش بالمتر، دي بالقطعه. بالقطعه. دي 70 في 140. 70 في 140. في 140. دي عامله 180. في منها برضه لو عايز كذا لون او كذا. ده الاثنين في 3. دي الاثنين في 3. مساحتها كبيره. دي بس يعني حوالي صافي 140 في 290. 140 في 290. في الاكبر منها برضه تبقى 2 3 صافي. وبيتعمل فيها الاعداد بتاعتها كده. بتعمل فيها الاعداد بتاعتها خرديات. ودي جزء كمان بتاعها من جوه. لو حبيت اعمل اشتري قاعده كامله من عندك هنا بتبقى بالطعم طبعا موجوده. تبقى كل حاجه موجوده. مثلا عايز 4 بوفات، عايز 5، عايز 6، عايز 10 براحتك اللي انت عايزه عادي. والخرديات برضه كذلك. تمام. انت بتطلعه ده ايه؟ انهي؟ دي زي نظام مشايه كده. مشايه صوف. مشايه صوف.
دي بيبقى مقاسها 140 و70. ولو انا عوزت حاجه اطول من كده تبقى موجوده، كل المقاسات موجوده. كل المقاسات موجوده. سعرها بيتراوح من 380 المتر، ونبدا نقيسها ونكعبها ونشوف هتطلع معانا كام. على كام؟ الله عليك. كل الوانها وكل اشكالها. ده اللي هو المقاس الصغير بقى. ده المقاس الصغير. في مقاس اكبر؟ المقاسات الصغيره، المقاسات الكبيره هنا تبقى موجوده في الحته دي، تبقى موجوده بكل الرسومات بكل حاجتها بدنيتها. حاجتها كلها. ودي برضو من ضمن الحاجات الصوف برضو. الجزء ده كده نقدر نقول عليه طبيعي هاند ميد. هذا كل حتى الالوان تبقى ثابته ثابته ما لو بتتغيرش. اتفصلت تبقى زي ما هي موجوده. تمام. الحاجات اللي هي الحنينه اللي سعرها على قد الايد دي بيسموها قصايص صح؟ في ناس معينه بتيجي تطلبها، ليها طلب معين هي. دي مثلا تبقى حاجه زي دي تبقى قطن على كتان. سعرها حنين. دي بيبقى السعر بتاعها 280. 280 جنيه كل دي على بعضها. كلها على بعضها. قطن على كتان. قطن على كتان. الله عليك. ودي كل المقاسات بتاعتها. الناس عايز منها الساده، عايز منها زي ما تحب. موجوده. في منها حاجه ثانيه برضه. المقاسات الكبيره اللي هناك دي. هذول المقاسات الكبيره تمام. هات لنا واحده كده منها. في حاجه زي دي كده. ايوه نفس المقاس الكبير ونفس خامه الكبير. وسعرها اقل؟ دي بيبقى السعر بتاعها اقل. بكام دي؟ زي دي 140. 140 يا بلاش. خدت مشايه بالحجم ده ب 140 جنيه. ده في لوح موجوده فوق، ده كله صوف. ده كله صوف. ده ده الناس بتاعه حوالي 90 كده. 90 سم في 90 طول. في 90 طول او ممكن اطول شويه. ممكن اطول سنه. دي اي رسمه دي هنا انت الهدف منها لو حد عايز يشتريها ماشي، لو انت معاك رسمه معينه بتعملها له. نيجي بقى للجزء اللي ده بقى، ده الجزء السيوي. دول بيبقوا شيلان، بيبقى قطن على كتان. قطن على كتان. قطن على كتان. بيبقى جميل جدا في الشتاء. مقاسه كبير. الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها في منها حاجات زي كده على زي نظام كوفرتا. ايوه دي بتبقى قطن برضه. دي كلها. دي كلها. ده يعتبر شال برضو؟ لا ده تعتبر زي نظام كوفرتا صغيره كده. تمام. كبرتايه صغيره. الله عليك. كوفرتا سليم. قطن على كتان. حلو قوي. الجزء ده بقى ايه ده بقى؟ ده قطن خام. الجزء اللي تحت ده دي الخداديات. كفر خداديه. استنى، يعني انا مثلا لو عايز اجي اخد كفرات للخداديات عندي في الشقه هاجي اخدها جاهزه مش هطلبها. تيجي تاخدها جاهزه، يبقى كل حاجه متوفره يعني. موجوده. حتى لو مش موجوده ممكن نطلبها. كل المقاسات. كل المقاسات. طيب. صغير مقاس كبير مقاس وسط. النقطه الثانيه اللي هي ايه الحاجات دي؟ ده اللي هو شال السفاري. ده شال السفاري. يبقى زي ده كده. ده عارفينه. عارفين ده مشهور. انا بقى عايز البتاعه دي عشان بشوفها كتير في سيوه. دي اسمها معموره. معموره. دي ايه دي؟ ايه دي ايام زمان كان ينحط فيها البلح زي نظام ثلاجه كده، تحفظ لهم الاكل. تبقى زي دي كده. تتفتح من جوه، بتحط فيها الاكل. تحط فيها الاكل وبتبقى متزينه بالشكل ده. بتبقى متزينه بالشكل ده. في عندك كل المقاسات بتاعتها. كل المقاسات. في منها المقاسات الصغيره ورا هناك موجوده. وده هنا الأطوار بتاعتها برضه. الرمز بتاع سيوه صح كده؟ ده اللي هو الجمل. الجمل. الله، ده من مطروح وسيوه الاتنين مع بعض. رمز الصحراء ده. في بقى عندك بقى حاجات بقى تانية هنا زي اللبس السيوي، الحاجات دي كلها صح كده؟ ده كله ده اللي هو نقدر نقول اللبس السيوي. فينه؟ اللي هو ده توب العروسه. اللي هو الابيض ده. الابيض. يوم الصباحيه. يوم الصباحيه. والحاجات دي كلها هاند ميد. ده كله هاند ميد. حلو قوي. اللي هناك دي ايه؟ يعني دي ستاره. دي ستاره صوف. معموله بالصوف برضو. يدوي. يعني الصوف بتاع الغنم اللي عندنا منه الستاره دي، وبرضو الوانها ما بتغيرش. لا ما تتغيرش. الوانها ثابته. هنا المربات. دي الجزء بتاع منتجات سيوه برضو. منتجات سيوه. دول اهل البيت هم اللي بيعملوه في سيوه. ايه ده مربى لوز. دي بلح باللوز. بلح باللوز. ده اللي هو بلح ساده. بلح ساده. في اللي هو زي كده زيتون. مربى زيتون. دي الحاجات دي كلها في منها تيست يعني. الله عليك. يحب يجرب بعد كده. عادي انتوا موفرين المعالق دي للتيست. ده التيست. الله عليك. في مثلا بدنجان برضه. في قرع. مربى بتنجان ومربى قرع عسلي. في تحت دبسات. دبس برتقال. الله عليك. الحاجات دي كلها من سيوه. اورجانيك ما فيهوش كيميكال خالص. الله عليك. في بقى حاجه هنا انا عايز اشوفها بقى. عندك الطاقيه دي. الطاقيه دي بيسموها طاقيه بوب مارلي. بوب مارلي. الثانيه طاقيه صح كده؟ ودي الطاقيه بكار. ايوه ده كلنا حضرنا الكرتون ده. ودي بقى ايه؟ دي زي نظام كمامه بس بالنظام السيوي. أيوة. ايام الكورونا اتعملت فعليا. ودي الحاجات العاديه اللي موجوده عندنا كانواع من انواع الزينه والحاجات دي. زينه بس فقط. صح؟ هنا بقى عندك دي مخمريات ولا ايه دي؟ لا دول مثلا في حاجات زي كده. ده طمي سيوي. طمي سيوي.
في تمام. حاجه زي كده يبقى ده كريم للشعر، يبقى زيت زيتون وزيت جوز هند وزيت ليمون جراس، الله عليك. ده زبده جمل، ده الترطيب. الحاجات دي كلها بتبقى طبيعيه. ده براند في سيوه تبع الدكتور زينب اسمه تسبورتي، سيوه فقط. ما فيهاش كيميكال نهائي. الله عليك. الحاجات دي مشهوره يعني في سيوه. تمام. هنا في مطروح. في جزء الهدايا، يعني انا جيت مطروح وعايز اخد شويه هدايا ومش قادر اروح سيوه، اقدر اخد ايه؟ مثلا في عندك شنط. الشنط دي وكل حاجه عندكم متسعره ب 140 جنيه. سعره. تمام. في زي نظام الشيلان دول. الشيلان دي برضو موجوده. في عندك بقى البتاع ده بيعجبني قوي. ده بالخرز، ده كله هاند ميد. ده بص حتى الفينش بتاعه محترم جدا، واللون بتاعه هنا. في منه الوان كتير والوان هاديه برضه. الله عليك. هي دايما سيوه مشهوره بالحاجات دي صح؟ الله عليك. لو جينا بقى للجنب ده، يعني في عندك حاجه زي الشنط دول كده، بس في منها الصغير في منها الكبير. الحاجات دي كلها هاند ميد، كله هاند ميد. بس هي القماشه بس اللي هي ايه، قماش مصانع عادي. طبعا قماش مصانع. هل في من الشنط دي من القماش بتاع الصوف اللي هناك ده، ولا يبقى بالطلب؟ لا حاليا ما فيش. تبقى بالطلب. كده كان في. تمام. ودي كل الانواع موجوده، كل ماس صغير وماس كبير. من 170 جنيه، في كمان ب 140 جنيه هناك تقريبا، وانت طالع لحد شنطه المدرسه لو انت 380. عاوز اعلى حاجه كمان. وفي بقى عندنا بقى دي اللي هي شنطه السوق بتاع الخضار. الخوص. الخوص. في منها برضه اهو الحاجات برضه اللي انت سميتها معموره صح؟ اللي قلت لك في منهم الصغير. من الصغير والكبير وكل الحاجات الحلوه دي. بقى دي جزء برضه من الشنط الصغيره. كالتوش مثلا لو عايز تاخد هدايا كده صغيره. ده بكام ده؟ ده 35. 35 جنيه. في حاجه زي كده 55 بس خامه اعلى. يا بلاش. الاكبر منه 65. الله عليك. في جراب موبايل 2 سوست 75. ده ب 75 جنيه. واحد سوست 65. الله عليك. الشنطه اكبر شويه 85. الاكبر 95. الاسعار عندكم هنا كلها في متناول الجميع ولا قد الايد؟ او متناول. في هنا برضه عندك طعم سيوي يبقى زي ده كده. طعمي سيوي. بتاع الهالات السوداء والتجاعيد، السواد بتاعت العينين، ده احنا اللي بنعمله يعني، بيبقى بالنظام ده كده. ميه الله ورد عليك. وزيت ورد. الله في ده ريحته هنا. حلوه، انت اول ما فتحته اتضرب في مناخيري. الله ده عليك. بزيت ورد. دي ايه الحاجات دي؟ دول ميداليات صوف. الله عليك. دي كلها ميداليات صوف يدوي. الله عليك. هنخش للجزء اللي هناك ده. الجزء ده بقى اللي هو الاكسسوار بقى، اللي هو لو عايز تاخد منه الطابع السيوي يبقى انا ادور على الحاجات دي في كده. عندك ميداليات زي كده بتبقى بالخشب. في اقلام، ميداليه على قلم صغير. ودي بقى اللي هي الحظاظات دول اللي هم الجنسيه. والحاجات دي كلها. انا من يوم ما جيت المره اللي فاتت وعجبتني البتاع دي. بص كده عامله ازاي، بص يا اولاد بتلعب في ايدك لعب كده اهي. شويه اكسسوار هنا هيعجبوك خالص. وهنا برضو في الجزء بتاع الحروف اهو موجود لو انت حابب. في بفات للبيع برضو، بياخدها فاضيه ولا مليانه؟ زي ما تحب، عايز تاخدها فاضيه ماشي، عايز تاخدها مليانه ماشي. هم بيبنوها ايه من جوه؟ تبقى قطن. قطن. قطن عشان ما يخبطش معاك. تمام. الله عليك. يعني انا لو مسافر ومش عايزها بالقطن اخدها فاضيه خدها فاضيه واملاها في بيتنا. الكيس بعد تاخد كيس فاضيه. الله عليك. قول لي بقى العنوان بتاعك فين هنا؟ احنا هنا جنب فرجاني على طول. جنب فيرجينيا على طريق القصر. مفيش حد يعرف. ليكوا فروع تاني في مطروح ولا ده بس؟ لا في فروع ثاني في فين؟ ليبيا. سوق ليبيا؟ مول اهل مصر. مول اهل مصر؟ في حاجه في عالم الروم ولا حاجه؟ يعني انتوا في سوق ليبيا الساحل وفي مول اهل مصر وفي الساحل. الله عليك. المحلات الاساسيه اللي هي سيوه. في سيوه. بلادكم في سيوه موجوده؟ موجوده، كله موجود. عند طلعت شالي. في كيلوباترا. كيلوباترا كمان. الله عليك. هنا بكون جبت لك جوله مفصله عن بازار سيوه اللي موجود هنا في مطروح. لو السكه لقيتها بعيد عليك عن سيوه شويه وعاوز تجيب كل منتجات سيوه هنا في مطروح، هتلاقيهم موجودين جنب معصره فيرجينيا، واحده من علامات زيت الزيتون هنا في مطروح. هتلاقي بازار سيوه موجود هنا اهو. هتيجي هتلاقي كل حاجه زي ما صورناها بالتفصيل. كمان هسيب لكم اللوكيشن وارقام التليفونات تتواصلوا معاهم مباشره. اشكركم جدا ومعكم موندي مطروح. مع السلامه.